من امبارح والدنيا مقلوبه. ولا اقول لك ما تيجي نتفرج على الفيديو وبعدين نبقى نتكلم. انا مرتبي اي في مدرب في الانديه السيراميكا ولا البنك الاهلي ولا المصري ولا بتاع بياخدوا مرتبهم اكتر من المدير الفني بتاع المنتخب. كنت عندكم واحد اسمه فيتوريا ولا ميكالي، كان هو مدرب منتخب ناشئين وانا منتخب اول، بياخد اضعاف 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 المدير الفني بتاع لمنتخب مصر. ما حدش سمع صوتي، وكان ايه عيب. ما ينفعش ان كان مدرب ياخد مدرب منتخب ناشئين ياخد احسن مدير فني. وانا عشان انا مصري ما اتكلمش عشان بلدي، لان انا راضي، لان انا عندي مهمه كبيره في شعبي، الناس الوطن اللي انا كنت بلعب عشانه وبموت نفسي عشانه. وانا وابراهيم كنت بموت نفسي عشانكم، عشان الناس تفرح، كل جماهير سواء الانديه اللي انا فيها او منتخب مصر. انا اكثر واحد لعبت منتخب مصر في حد 40 سنه، فكنت عارف يعني ايه قيمه منتخب مصر، وعارف يعني ايه الجمهور مستني يفرح، وعارف ان فرحه الشعب المصري هو بانتصارات المنتخب المصري. فلو سمحت انا جاهز، وياما دقت على راس طبول وفاتح صدري، لا عايز يضرب رصاص غنابل، انا ولا يفرق معايا حد. انا وصلنا كاس عالم ووصلنا نهايات افريقيه. عايزين تجيبوا شويه اللي في السوشيال ميديا، عايزين تجيبوا مدرب اجنبي عشان ياخد نقوط الشعب والدولارات، خدوا. بس احنا وصلنا كاس عالم، مين اللي وصلهم؟ الجهاز المصري الوطني. بس فانا كابتن تاريخك معروف، ويعني لاعب ومدرب يعني. انا مستعد للنقد. انقذني يا اخي. تاني اخر حاجه، انقذني فنيا، لكن تقول جهاز ما عندوش فكره، جهاز مش عارف ايه، عيب يا اخي. عيب، الناس بتكبر بعض. ده المدرب المغربي الناس بتكبره، عيب. خلي بامكانيات كبيره. المنتخب المغربي عنده لعيبه في كل العالم. ده دياز بيلعب في ريال مدريد، وده بيلعب هنا. عندنا محمد صلاح، عيشوا وافهموا الصح. احنا ما عندناش غير 2 محترفين فقط، عشان ما نضحكش على بعض. عندنا 2 وربع. عندنا محمد صلاح وعمر ومصطفى محمد، يعني سطر وسطر. الراجل هناك لو خد الفرصه هيكسر الدنيا. لكن الاداء اللي احنا بنلعبهم دول كلهم محترفين في كل حته في العالم. وهنقابل المنتخبات الافريقيه اللي عنده 28 لعيب محترف و26 محترف، وكلهم في انجلترا وفي المانيا واسبانيا وفرنسا. فوق شوف لو الفيفا عامل الاسعار بتاعت قيمه كل منتخب. تصريحات الكابتن حسام. يا كابتن حسام، انت كابتن منتخب مصر، وكنت وعميد منتخب العالم ومدير الفني لمنتخب مصر. يعني المفروض التصريحات اللي طالعه من بقك تبقى على المسطره. احنا عارفين الكابتن حسام لما بيتنرفز او بيتعصب وعليه ضغوط كتير قوي، وبتتكلم في المحترفين ومش المحترفين. وفي حتى صحيفه فرنسيه خدت كلمه الا ربع دي وعملت عليها منشط هناك في فرنسا الكلام ده. بس عاوز افكرك بحاجه يا كابتن حسام، انا واحد من الناس اللي بحبك على فكره، من ايام كنت بتلعب في الاهلي قبل ما تمشي من الاهلي وتروح الزمالك. بس عايز افكرك في حاجه، ان من 2006 ل 2010 كان منتخب المحليين اللي هم منتخب الساجدين مع الكابتن حسن شحاته كانوا دايسين على افريقيا، كانوا كاسبين افريقيا كلها. كان افريقيا كلها بتخاف من منتخب مصر. لعبت انجلترا ولعبت فرق كبيره، ولعبت ايطاليا وكسبتها، كنت فريق، ما كنتش محترفين، ما كانش عندك حد محترف. مين اللي كان عندك محترف؟ بس هي عاوزه رجاله في الملعب، عاوزه شخصيه بره الملعب وشخصيه جوه الملعب. مش تيجي ان محمد الشناوي ما كانش عاوز يطلع، ولا محمد مصطفى، ما علينا. وبرضك اتحاد الكوره، الراجل بيلعب تحت ضغط كبير قوي، ضغط كبير قوي، انه عارف انه هيمشي. واحنا قايلين يا جماعه نسيبه راح كاس العالم وراح نهائيات افريقيا. طب ما نسيبه، هو عنده اقتناع بعد الكلام والشرشره اللي شغاله ديت انه هيلعب، بيلعب تحت ضغط انه هيمشي، وحلمه انه يلعب في كاس العالم، وده حقه. موضوع الفلوس يا كابتن حسام، البلد اللي انتوا بتتكلموا فيها دي في شباب تعبانه، مليون و2 مليون ومليون في الشهر و8، واصل فلان كان بياخد وفلان والتاني يرد عليك. الكلام ده ما يتقالش على السوشيال ميديا، ما يتقالش على التساريح. انا باخد
وهي اقل مدرب ومش اقل مدرب. انت بتلعب كام ماتش في السنه يا كابتن حسام؟ وزي ما انت قلت انت في مهمه وطنيه، انت عاوز تفرح الشعب المصري. انت كفايه ان انت تفرح الشعب المصري بالفلوس كلها. كابتن حسام، انت راجل مدرب كبير، عارفينك، بس بالطريقه دي كده ما ينفعش. ودي كانت تصريحات الكابتن حسام حسن. سلام.